عمرك حاولت تبطل عادة معينة وبعد كام يوم لقيت نفسك راجع لها من غير ما تحس؟ يمكن تقول لنفسك أنا ضعيف مفيش فايدة، بس الحقيقة إنك مش ضعيف، أنت بس بتحارب بطريقة غلط. خليني أقولك على سر صغير، العادات السيئة مش بتتكسر بالقوة، بتتفك واحدة واحدة بنفس الطريقة اللي اتبنت بيها. في كتاب العادات الذرية جيمس كلير بيحكي إن كل عادة سيئة بتبدأ بحاجة بسيطة جدا، إشارة، بعدها رغبة، بعدها فعل، بعدها مكافأة. يعني مثلا بتحس بالملل، تفتح الموبايل، تتفرج شوية، تحس براحة مؤقتة، وده بيخلي مخك يربط الملل بالموبايل، ومن هنا بتتولد العادة. فازاي نكسر الحلقة دي؟ القانون الأول، خليها غير واضحة. يعني لو عايز تبطل سكر ما تحطوش قدامك على الترابيزة، شيل الإشارة اللي بتفكرك بالعادات دي، كل ما تبعدها عن عينك بتضعف في دماغك. القانون التاني، خليها مش جذابة. فكر في العادة دي على حقيقتها، مش في لحظة المتعة لكن في النتيجة اللي بعدها. فكر في تعبك بعد السهر، في كسل الصبح بعد ما تضيع وقتك على السوشيال ميديا. المنظور ده بيخلي العادة تفقد سحرها. القانون التالت، خليها صعبة. يعني لو بتضيع وقتك على موبايلك، أحط باسورد طويل أو شيل التطبيقات اللي بتسحبك. الفكرة مش إنك تمنع نفسك، لكن تخلي العادة تاخد مجهود عشان مخك يكسل يعملها. القانون الرابع، خليها مش مرضية. يعني اربطها بعقوبة بسيطة لو رجعت ليها. مثلا لو استخدمت الموبايل أكتر من ساعة، اعمل تمرين 10 دقايق زيادة. كده انت بتبرمج مخك يربط السلوك